وايد شفت عليه مدح، ودي اجربه. بس لحظة، خلنا نحط كمية حلوة. شوف هو تنته هو المفروض. الله، وايد حلو، وايد حلو. شوفوا قاعد تشوفون ينن. شوفوا هذا بنات. اسمه فوتو ريدي. راح احط لكم الموقع الحين، ان شاء الله تلحقون عليه. ما ادري اذا موجود عاد ولا مو موجود. ينن. وايد حلو، عجبني. أقول لكم أمس أغلب التعليقات شيماء ليش متعبة تجيبي أحد؟ ما تتخيلون المتعة. أمس كنت وايد. وين اللب أويل؟ راح استخدم اللب أويل مال فرح. فوق التنت. أمس وايد يقولوا لي شيماء يعني ليش انتي روحي جيبي أحد، أنبي متعة. يعني السؤال، أنا مو قادرة أجيب أحد يسوي لي؟ أكيد قادرة الحمد لله. بس أنا كنت حابة إني أنا ترى أنا وايد أستمتع بشيء أسويه حق بيتي يعني بإيدي. فمو معناته أن أنا مسوية كل شيء، بس عرفتون هذا جانب ترفيهي يعتبر. الغرفة شفتوها أول شيء شلون كانت لوية ألعاب ودنيا وعفسة. بعدين قلت أنا شلون، طبعا أنا حولت، عندنا سرداب فحولت كل شيء حق السرداب. اليهالي يلعبون تحت، لأن أساسا الغرفة ما قاموا يستخدمونها كثر ما كانوا صغار، يعني يمكن حنين بس. فقلت ليش أنا مخليتها وأنا قاعدة عندي جهاز هذا الفايبريشن مخليته عندي بالمكتب، فليش أنا مضايقة على عمري؟ والغرفة أساسا ما قاعد تستخدم، يعني ما قاعد يستخدمونها اليهال، كله قاموا يقعدون في الصالة. فخلاص قررت، أنا طبعا مقررة هالشي من زمان، بس كنت متكيسلة إني أسوي الغرفة، مالي خلق. فأمس كان فيني باور، أنا لازم بالأسبوع يوم، وأغلبيته يكون يوم السبت، اللي أبلش يعني أستلم مكان وأنظفه. عندي عاملات الحمد لله، بس أنا أحب أشرف يعني بروحي، أكون موجودة وأشرف على الموضوع، أفضل. لأن تدرون على كثر ما عندكم عاملات ما راح يعرفون الوضع اللي انتوا تبونه، او ما يعرفون
مستوى النظافة اللي انتوا تبونه. فلازم مهم تحطي. قبل كم يوم بلشت اسوي المطبخ، مو السرداب الثاني، المطبخ الثاني. ف ضبطت فيه وايد اشياء، عدلتها، نزلت الماكينة مالت قهوتي خليتها تحت. قلت ليش مضيقة على عمري بالمكتب. ف يعني ضبطت الأمور. أمس عاد لا، أمس كان الوضع من الساعة 1 الظهر، يعني أذكر شربت قهوتي ونزلت للساعة 10 بالليل. فعليا شلت الأغراض كلها ونزلتها تحت السرداب، وعدلت ومسكت الهوز وغسلت السرداب صابون وديتول وكلوركس، ما خليت. والله بنات إذا أنتم ما تجابلون، حتى إذا عندك عاملة تثقين فيها، ما راح تكون، مستحيل تكون بمستوى النظافة اللي أنت تبينها. يعني لازم أنت تحطين لك وقت. فعندي الحمد لله أقدر أجيب عمال وأقدر، بس أنا كنت مستمتعة أمس وايد وأنا قاعدة أسوي الغرفة، يعني سويتها بحب